أهلاً، أنا نور، والنهاردة عايزة أحكي لكم قصة. قبل ما نبدأ القصة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك عشان ما تفوتكمش أي قصة. اللي عايزة أحكيها عن زمان لما كان عندي 18 سنة. من وأنا صغيرة الكل كان بيقول بابا عندك صغير قوي. زمايلي لما يشوفوا ماما كانوا بيقولوا ماما عندك شابة وجميلة، لكن لما يشوفوا بابا كانوا مستغربين، مش مصدقين إن بنتك كبيرة كده. وكنت برد عليهم مش عارفين عندي أخ أكبر مني. باختصار في أي مكان رحله بابا كان ملفت، ربنا يهديه، وسيم وشيك، وماما كمان. لكن علاقتهم ببعض مش قريبة، ومش فاهمة ليه أصلاً مش بيتعاملوا بحنية ودايماً باردين قدام الناس. البرد ده خلانا نكبر في جو قليل الحنية وجاف. لكن سعيد أخويا ولد بسيط ومجتهد وماما بتحبه جداً. وضعنا المادي كويس وكل اللي عايزينه كان متوفر لنا. سعيد ولد نظيف ومجتهد وماما دايماً مهتمة بيه. بابا كان دايماً مهتم بنفسه وده خلاه يفضل شاب. أنا دايماً حاسة إنه بابا بيحبني أكتر من سعيد. بابا كان دايماً بيوريني حبه ليا، وسعيد عمره ما اعترض وكان مشغول بحاله. بالمقابل ماما كانت مهتمة جداً بسعيد، بتجهز له أكله المفضل، ولما عنده امتحانات البيت كان هادي عشان يذاكر. لكن بابا كان دايماً بيقول ليه مدلل الولد ده كده؟ سعيد اتقبل في أفضل جامعة في مدينتنا وكان مبسوط جداً، وأنا كنت مشغولة بدراستي ومركزتش على أي حاجة حوالي. لحد لما بعد فترة سعيد قال لماما وبابا إنه تعرف على بنت وناويين يتجوزوا. ماما في الأول اعترضت وقالت لسه بدري، لكن سعيد كان واقع في حب جامد وتمسك برأيه. في الآخر وافقوا نروح للخطوبة. لما رجعنا ماما اللي كانت معجبة جدا بجمال ياسمين كانت مبسوطة، لكن بابا كان محايد وما قال حاجة. في الآخر سعيد وياسمين اتجوزوا. أنا كنت مبسوطة جدا إنه عضو جديد حينضاف لعائلتنا. لما شفت ياسمين عجبتني جدا، بنت لطيفة وعندها عيلة عادية. ياسمين بقت عروستنا وإحنا فعلا كنا بنحبها. كل مرة تيجي بيتنا كنا بنحافظ على احترامها. ماما وبابا كانوا بيتخانقوا أقل عشان ما يحصل شي قدام ياسمين، وده كان يفرحني. سعيد كان مبسوط جدا. ياسمين كانت بنت هادية ومحبة وسريعة نتعلق بها الكل. كل حاجة كانت ماشية كويس، وكانوا تقريبا بيجوا بيتنا مرتين في الأسبوع. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتضايقني تصرفات بابا مع سعيد. ساعات قدام ياسمين كان بيحرجه وكنت بخجل. ماما ما كانتش بتقدر تصبر وتدخلت بالكلام مع بابا. سعيد مش ولد وحش بس بسيط، وبابا كان دايما يقله أنت غبي. ياسمين كانت علاقتها كويسة مع ماما وبابا وبالأخص مع سعيد. سعيد كان عنده بيت فوق في المدينة وكانوا ناويين يعيشوا هناك، وكان معاه عربية كويسة وحتى أرض باسمه، وده كنت مش عارفة عنه قبل الخطوبة. لما رحنا للخطوبة أبو ياسمين اشترط إنه يكون البيت باسم ياسمين. بابا قال عشان ابني موافق اعملوا جزء من بيت سعيد باسم ياسمين، لكن ماما اعترضت وقالت له ليه قبلت من غير ما تشاورني؟ في الآخر عشان البيت ما تسجل باسم ياسمين اضطرينا نحدد مهر كبير. بابا كان دايما هادي ويقول عشان ابني موافق، لكن ماما كانت أكتر عقلانية وما سمحت. بعدين كانوا ناويين يجهزوا العرس تدريجيا. ياسمين كانت مشغولة بشراء جهازها وكل يوم بتبقى أجمل. فعلا سعيد كان له الحب يحبها، بنت جذابة وجميلة. سعيد كان فعلاً شخص محترم جداً. ناس كتير في العيلة كانوا نفسهم يبقوا مرات سعيد وحتى كانوا بيقترحوا، لكن سعيد قلبه متعلق بياسمين وإحنا كمان كنا راضين. عدى وقت وسعيد اللي خلاص ما كانش قادر يستنى كان بيقول يلا نعمل الجواز أسرع، لكن ياسمين كل مرة كانت بتتأخر وتخلي الموضوع معقد.
كنا فاكرين يمكن عشان مشاكل مالية أو جهازها مش كامل، لأن وضعهم المادي مش قوي. علشان كده اتكلمنا مع سعيد إنه ما يضغطش على ياسمين زيادة. سعيد كمان علشان ياسمين ما تتضايقش مدة ما حكاش عن الجواز. مع ذلك كنت حاسة إن في مشكلة بين ياسمين وسعيد، لأن ياسمين كانت بتيجي بيتنا أقل وتقضي وقتها أكتر مع ماما وبابا من سعيد. بابا كان بيحب ياسمين جدا ويحافظ على احترامها. سعيد كان مبسوط من ده، لكن القلق كان واضح على وشه. كنت متأكدة في مشكلة، لكن سعيد ما كانش عايز يقول حاجة. أنا كمان فضلت ما تدخلش، لحد ما يوم واحد ابن قرايب بعيد بعتلي رسالة. في الأول ما كنتش عارفة مين هو وفكرت يمكن مضيقة، لكن شوية شوية عرفني بنفسه. قال إنه ناوي على الجواز وعايز نتعرف على بعض. قلت له هفكر شوية ورد عليك. بعد كام يوم فكرت، لكنه كان دايما بيبعت ويصر. في الآخر وافقت، شهر نتكلم كاختبار، ولو مفيش مشاكل نعرف العيلة. وضعنا المادي كويس، وفي العيلة كل اللي عنده ولد كان بيجي يطلب مني أو يقترح عليا، لكن ما كنتش بوافق لأنه كنت عايزة أتجوز بالحب. لكن علي كنت شفته قبل كده وحبيته شوية، فاديته فرصة. أسبوع اتكلمنا مع بعض، مظهره كويس وحبيت أكمل. كنت حاسة إنه بيحركني لقدام. بعد أسبوع أو أسبوعين علي اقترح نشوف بعض من قريب ونتكلم. أكتر من مرة حبيت أشارك ياسمين وأستشيرها، لكن رجعت وخفت حد يفهم غلط أو يتأثر سمعتي، عشان كده ما حكيتش لأي حد. بعد تفكير كتير اتقابلت مع علي في كافيه. أخيراً خديت القرار. ده كان أول مرة أعمل حاجة زي كده وأطلع برا من غير إذن العيلة، وكان صعب جداً عليا. دايماً كنت بفكر حد ممكن يشوفني ويقول لعيلتي. لما وصلت الكافيه علي كان أسبقني، شفته عن قرب وخطف قلبي. من اللحظة دي بقينا نشوف بعض مرة في الأسبوع. يوم علي اختار كافيه في وسط البلد وقال هستناك هناك. لما وصلت ودخلت بصيت لقيت ياسمين قاعدة في الكافيه. اتخضيت جدا وما فهمتش ايه اللي حصل. ركضت برا قبل ما تشوفني ووقفت عند الباب وخدت رقم علي وقلت له اللي حصل. لكن لحظة فكرت مين كان مع ياسمين. كانت قدامي وراها راجل قاعد وظهره ليا، ما قدرتش أشوفه. دوبارة بصيت كويس لقيته بابا واطمنت. ما استغربتش من ياسمين، بس ليه جابته مع بابا للكافيه؟ فاللحظة دي علي جه جنبي وما فضلتش فضولية، لكن دماغي كانت مشغولة ليه حصل كده. قررت أركز أكتر في تصرفات ياسمين. كانت دايما بتقول مش عايزة نتجوز دلوقتي، لسه بدري. بسبب كلامها زودت شكي فيها، لكن لما افتكرت بابا كنت بلوم نفسي على الأفكار اللي كانت بتجيلي دماغي. كم مرة راقبته وحسيت إنها بتروح أكتر ناحية بابا بدل سعيد. كان غريب جدا بالنسبة لي. طبيعي بابا كان وسيم وأنيق، كأنه مش أبو زود ياسمين. دماغي مشوش جدا، حتى ما قدرتش أخرج أو أتكلم مع علي كتير لأنه كنت مضطربة وحالتي وحشة. ياسمين كانت تيجي بيتنا أكتر وما كانتش قريبة كتير من سعيد. عدى الوقت لحد يوم الغروب لما كنت مع ماما برا وما كانش في حد في البيت. سعيد كان مشغول بشغله. ياسمين اتصلت سلام وسؤال عن أحوالي وقالت فينك؟ قلت لها في السوق. قالت رحت تتسوقي؟ قلت عايزة أشتري شوية هدوم. هتتأخري في البيت؟ تحبي تيجي بيتنا؟ قالت دلوقتي مفيش استعجال، هاجي بالليل. بعد كده قالت مش هزعجك وقطعت بسرعة. كنت عارفة إن بابا لوحده في البيت وقلبي بدأ يخفق. رجعت نفس الأفكار المزعجة. كان لازم أرجع وأتأكد إذا كان فكري صح أو غلط. بعد ربع ساعة أخدت تعبي كذريعة وقررت أرجع مهما حصل، لكن قلبي كان مضطرب جدا. ما كنتش عايزة ماما تدخل البيت معايا، فخليتها تشتري من السوبر ماركت جنب الشارع، وبعدها قلت لنفسي مش هقدر أقف على رجلي، هروح البيت. الشراء خلص. خدت المفتاح وفتحت الباب بسرية ورحت البيت. لما وصلت عند الباب شفت جزمة ياسمين، فكنت متأكدة من ظني. فكرت مع نفسي ياسمين عروس البيت ده، كل ما تحب تجي هنا. رميت المفتاح جوا الباب ودخلت.
أول ما فتحت الباب الاتنين اتفزعوا وابتعدوا عن بعض. كانوا قاعدين على الكنبة قريب من بعض وربنا يعلم إيه اللي حصل. لما دخلت كانوا مضطربين وتفرقوا. في لحظة قالت ياسمين: انتي اتخضيت وكنت حوري الصورة على بابا. وبابا اللي بدأ يهدأ شوية قال بعصبية: ليه كده؟ دخلة كده زي اللصوص. ما كنتش قادرة أتكلم، كأني صميت. حسيت إني أنا اللي بعمل حاجة غلط مش هم. كنت متأكدة إن في حاجة بينهم، فاللي شفته في الكافيه ما كانش عبث. شعرت بالقرف منهم. بصيت لياسمين بنفور كأنها قرت في عيني إني عرفت كل حاجة، ولفت وشها بسرعة. في اللحظة دي ماما وصلت، ولما شافت ياسمين اتبسطت وقالت: ياسمين حبيبتي جيتي كويس، سعيد دلوقتي هيظهر. كنت واثقة في نفسي إن في حاجة بينهم، لكن ما كانتش عندي القدرة أعمل حاجة دلوقتي. كنت محتارة أقول لماما لسعيد، مش قادرة أصمت. قلبي كان مع أخويا، لكن كمان كنت خايفة حتى بنسبة بسيطة أكون غلطانة وأقول لسعيد وتبقى أنا اللي اتدمرت. كان لازم أتأكد من الشك اللي عندي قبل ما أحكي له. في الوقت ده المشاكل بين ماما وبابا كانت تصاعدت، وبابا كان دايما بدور على سبب وما كانش فاهم ماما. أعصابنا كانت متوترة جدا. لسه كنت على تواصل مع علي، وكان هو الشخص الوحيد اللي بيهديني شوية. كتير فكرت إزاي أتأكد، لحد يوم بابا راح الحمام جاء في دماغي أراجع موبايله. ما لقيتش حاجة غريبة في الرسائل، لكن لما خدت رقم ياسمين وشفته مسجل باسم الأستاذ فلاني عندها، تأكدت إن في حاجة. كنت محتقنة من الاتنين وقلبي بيتألم على سعيد أكتر. كان لازم أكلمه وأقول له كل حاجة. لازم يعرف اللي بيحصل وراه. لو فضلت ساكتة كان ده أكبر ظلم لسعيد. كنت بس خايفة من رد فعل سعيد، لو آذى نفسه أو ما صدقنيش وإزاي هثبت له الحقيقة. لكن على أي حال ما قدرتش أصمت. استنيت لحد ما الليل جاء وكل الناس نامت. لما تأكدت أن الكل نايم رحت أوضة سعيد اللي كان على الكمبيوتر. سعيد استغرب وسأل: في حاجة؟ قلت له: أيوة بصراحة عايزة أقول لك حاجة. سعيد قال: إيه حصل؟ ماما كويسة؟ قلت له: لا، وحكيت له كل اللي حصل. في الأول ما صدق وما كانش عايز يقبل إن مراته خانته، لكن طبيعي كان صعب عليه. بعد ما سمع كل اللي قلت له صدق، حاسس بالشق بشدة وقال: أنا هجن مش قادر أستوعب أن مراتي عملت كده. في الجزء ده من القصة من منظور سعيد، أنا كنت بحب ياسمين جدا، لكن هي مش كانت بتحبني بنفس القدر. مؤخرا كانت بتتهرب وكنا ناويين نتجوز، لكنها كانت رافضة. كان بيقول لازم تنقل ملكية كل البيت اللي عندك باسمي علشان أوافق. ما كنتش فاهم هو ليه بيعمل كده، وما كنتش عايز أقول لأسرتنا علشان ما يقلقوش. لحد ما في ليلة أختي جت عندي وقالت لي حاجات خلتني أتجنن من الصدمة والغضب. عمري ما كنت متخيل إني سبب تغير ياسمين يكون ده مع أبويا اللي رباني سنين. ومش عارف ليه بابا عمره ما حبني زي أختي. دايما كنت بقول يمكن علشان بيحب البنات أكتر، بس بعد اللي حاصل تأكدت إنه أصلاً مش بيحبني. كان لازم أتأكد من العلاقة دي، وكنت عايز أفضحهم. وبعد كذا كلام وتشاور مع أختي قررنا ما نقولش لحد ونستنى لحد ما نلاقي دليل قوي، لأنهم أكيد كانوا هينكروا كل حاجة. فقررنا الموضوع يفضل بيننا. ولما فكرت لقيت إن فعلاً كان في سبب. ياسمين كانت حاطة شرط إني أنقل ملكية البيت ليها علشان البيت غالي قوي، وماما كانت بتقول إنه ميراث من جدي واتكتب باسمي لما بلغ، وياسمين كانت عايزاه. ولما ربطت الأحداث حسيت إنه كل ده خطة. كان الموضوع صعب عليا، خطيبتي حبيبتي شريكة حياتي بتخونني، وأنا كنت بحبها وصعب عليا أستوعب ده، بس لازم أثبت نفسي.
ماما كانت قلقة عليا، كانت تقولي ليه مش بتاكل، ليه ساكت، وما كانتش عارفة إني قلبي كان متدمر. اتفقنا نفضي البيت يوم ونحط جهاز تسجيل في الأوضة وواحد في الصالة علشان نسجل صوتهم، وقلنا لو الطريقة دي ما نفعتش نجرب غيرها. كنت بدعي يكون كل ده كذب وتطلع ياسمين ست وفية. أختي كانت متابعاهم كويس، وفي ليلة كانت ياسمين عنا دخلت علي مرعوبة، خفت، عرفت إنه في حاجة حصلت. كان في ورقة في إيدها، قلبتها وقالت قريت الورقة، تحليل حمل وفوق مكتوب اسم ياسمين. اتلخبطت، قلت لنفسي احنا أصلاً ما حصلش بيننا حاجة، ازاي حامل؟ وفجأة عقلي وقف. وأختي اللي فهمت اللي بفكر فيه قالت فتشت شنطتها وهي في الحمام ولقيت الورقة، ما كانش عندي شك وقلت لها بمرارة فهمتي صح. كنت هتجنن، قمت وخبطت راسي في الحيطة غصب عني، ما كنتش قادر أستحمل العارضة، مراتي حامل وأنا أصلاً مش معاها. أختي فضلت تهديني وتقولي نصبر كام يوم ونجيب دليل أقوى يثبت إنه من بابا، وبعدها تتطلق ياسمين ونمشي أنا وهي وماما من البيت. ما حدش كان قادر يحس باللي جوايا، ياسمين كانت مراتي حبيبتي، يا رب أربط على قلبي. سكت غصب عني وكنت حاسس إني ميت من جوا. بقيت بكره أبوي اللي عمره ما حبني زي أختي، ورغم كده كنت دايما بعذره لحد الليلة دي. اتفقنا نفضي البيت يوم، كان صعب كتير علي كرجل بس استحملت. يوم كانت ياسمين موجودة، ماما وأختي راحوا عند قرايبنا، وأنا قلت لها إني هروح أجيب لها هدية من السوق، واتفقت مع أصحابي إني هخرج لحد بالليل. ياسمين قالت ماشي انبسط. بابا كان برا وكنت متأكد إنه حتيجيله إشارة، قلت لها روحي مع ماما، قالت لا هقعد أعمل أكل. ولما بصيت في عينيها عرفت إنها ما بقتش بتحبني. قبل ما أخرج بابا شكلها بلغته. المهم خرجنا وشغلنا أجهزة التسجيل في الأوضة وفي الصالة من غير ما حد يحس. اليوم ده أنا تعذبت، ربي وحده عارف، كنت بدعي تكون كل دي أوهام بس ما كانتش. رجعت أنا وأختي لقينا عربية بابا قدام البيت، يعني هم لسه جوا. ركنت عربيتي بعيد علشان ما يشوفونا من الشباك، ونزلنا نمشي ناحية البيت والقلبي كان هيوقع. في الطريق حسيت إني هأقع أكتر من مرة وكنت عايز أطيح، بس أختي مسكت إيدي. دلوقتي هي كمان ما كانتش أقل مني، قد إيه قلبي كان موجوع علينا إحنا الاتنين. بهدوء ومن غير صوت رميت المفتاح وفتحنا الباب ودخلنا. صوت ضحك ياسمين كان واصل 10 بيوت بعيد. قلت لنفسي ليه عمرها ما ضحكت كده معايا؟ أنا كنت ضايع تماماً. أختي فتحت الباب بهدوء، ما كانش حد في الصالة، ولما فتحنا أوضة النوم سمعنا صوتهم واضح. ياسمين قالت بحبك قوي، بابا قال أيوة حبيبتي أنا كمان بحبك قوي. وشفنا وسمعنا حاجات ما كنتش مصدقاها. كانوا بيقولوا كمان سعيد بيستمتع جدا، مش هيرجع غير لما يستمتع بالكامل. في اللحظة دي أنا وأختي ظهرنا قدام أوضة النوم، ما كانوش متوقعين نرجع كده بسرعة. بابا اتصدم، أنا مشيت على طول ناحية ياسمين، حالي كان أسوأ من إني أقدر أفكر بمنطقية. كل الانتقام من الأيام اللي كنت عارف فيها قد إيه شخص وحش بس ساكت اتفجر في مرة واحدة. بابا اللي كان لسه مصدوم حاول يوقفني، وأختي نطت عليه، كانت بتقذف أي حاجة في الأوضة عليه وتعيط مش خجلان. أنا كمان جادلت ياسمين على قد ما أقدر بس ما كنتش قادر أهدأ. ياسمين كانت بتصرخ وتتكلم، قلت لها ليه ما قلتليش؟ ليه انتي قاسية كده ووشك وحش؟ باين إن بابا ما كانش عارف إن ياسمين حامل، ولما قلت انتي وحشة كده وخلتيها حامل أخيراً رد فعل. النهاردة حصلت كارثة في بيتنا.
المغرب جه، ماما كانت بتعيط لي على تليفونها وتليفون أختي، بس الاتنين في العربية. لما ما ردناش جت بنفسها البيت، ولما شافت المشهد وقعت مخشي عليها، صبينا عليها مية لحد ما قامت. لما فهمت ايه اللي حصل بدأت تلعن في بابا، وسط كلامها قالت: من الأول كمان ما اعتبرتش سعيد ابنك، دايما كنت بتعنده. مش فاهمة الكلام ده، يعني ايه ابنك؟ ايه ده؟ قلت: ماما انتي بتقولي ايه؟ يعني ايه ابنك؟ مش انا ابنته؟ ماما رجعت تعيط، حسيت فيه خبر، ما سبتهاش، قلت: ماما قولي الحقيقة. قالت: أبوك مات. يا رب، كنت حاسس الدنيا بتلف حواليا. أبوك مات، وبابا كمان صرخ: أيوة أبوك مات، أنا اللي تعبت سنين وربيتك، بس مامك عمرها ما اعتبرتني حد، عمرها ما قدرت تعبي. ياسمين سكتت، حتى جرأة الكلام ما كانتش عندها. خيانة ياسمين وأبويا، ودلوقتي اللي مش أبويا الحقيقي. كنت محطم أسوأ من قبل. أختي كمان كانت أسوأ مني، مش عارفة هي أختي الحقيقية ولا لأ، بس كان سؤال واحد في دماغي. صرخت لماما: قولي بسرعة. ماما بكت وقالت: أبوك كان صاحب مصنع غني جدا وطيب جدا، بس القدر ما خلش. في ليلة رجع من الشغل، اتعرض لحادث ومات هناك. أنا فضلت وطفل صغير وعالم مليان حزن. عيلتك ما عملونيش كويس، كانوا شايفيني سبب موت ابنهم. باعوا المصنع، نص أمه خدته والنص التاني، والبيت والأرض دي كلها ليكي انتي، آخر ذكرى لخالد. بعد كده قالت: لحد ما محسن دخل حياتي، ما كنتش عارفة إنه عايزنا عشان فلوسنا، مع إني مالي كويس، كنت محتاجة راجل. لما اتجوزته ما كانش عنده حاجة، أنا خليته صاحب كل حاجة. شوية شوية بدأ يختلق أعذار، كان بيقول: حطي البيت باسمي، الأرض ليا. كان بيقول: أنا جيت عازب معاكي ومعايا طفل، فلو حطيتيه باسمي ما عملتيش كتير، وكمان أنا أصغر وأجمل منك، لازم تكسب قلبي وإلا همشي من حياتك. الكلام ده كان فعلا محرج، بس أنا عمري ما عملت كده، لأن ده ملكك، ميراث أبوك. ولما بلغتي القانوني كل حاجة اتحطت باسمك. من اليوم ده محسن بقي متضايق منك، دايما بيقولك: ليه حط ممتلكاتك باسم الولد الغبي ده؟ كنا دايما بنتخانق في خصوصيتنا، بس أنا راضية عن اللي عملته، بس ما كنتش عارفة إنه حيكره كده ويعملك كل ده. بصراحة أقدر أقول ده كان أسوأ وأصعب يوم في حياتي كلها. اللي أقدر أقوله مش يوصفلكم، حياتي اتقلبت، حصل حادث في نص حياتي وخلى كل حاجة تتقلب. كنت أشقى وأفقر حد على الأرض. خيانة خطيبتي، خيانة الراجل اللي كنت فاكره أبويا، حقيقة عن أبويا الحقيقي. كل حاجة وقعت عليا في نفس اللحظة. أنا ما كنت عايزة فلوس ولا بيت، كنت بتمنى بس الست اللي اخترتها تكون وافية. بالتدريج ظهر إنه دخول ياسمين حياتي كان خطة من بابا علشان من خلال نكار ياخدوا فلوسي. ياسمين حطت شرط الزواج، حول البيت باسمها. من الطريق ده كانوا عايزين يوصلوا لثروتي، ثروة ما كانتش لها أي قيمة، حاجة حتى لحظة ما حستنيش أفضل. ماما طردت محسن من البيت، وياسمين اتفقت على الطلاق. نص البيت بعناه كمهرية وأديناه ليها. بعد الطلاق ياسمين ومحسن راحوا تركيا. ما بقيناش نسمع عنهم أي حاجة، بس السنة اللي فاتت سمعنا إن عيالهم اتولد، وكانوا بيقولوا إن ياسمين خانته تاني ومحسن سابها ورجع هنا. بصراحة مش عارف الكلام ده قديش منه صح، الناس بتزود وتهول. قعدت فترة طويلة عشان أتقبل اللي حصل، أمي تكسرت قوي. أختي اللي دلوقتي عرفت إنها مش أختي من الأب، بس عندي أغلى من أي أخت، اتجوزت علي ودلوقتي عايشة حياتي كويسة.
أنا وأمي لسه عايشين مع بعض، وبصراحة ما قدرتش أتجوز لأني ما بقيتش أثق في حد. اتصدمت من أقرب الناس لقلبي. بحكي لكم الحكاية دي عشان ما تغلطوش نفس غلطتي. امشوا بعقلكم قبل قلبكم وما تسقوش في حد بسهولة. أنا فعلا خسرت حياتي وخسرت كل اللي كان معايا، وفي الآخر خسرت ثقتي في الناس. مش عارف أوصف لكم حياتي إزاي عشان تكون برس ليكم ومحدش يوقع في نفس الغلطات تاني. شكراً إنكم كملتوا معايا لآخر القصة. يا رب تكونوا تعلمتوا منها، وربنا يبعد عنكم أي وجع، وأتمنى ليكم الفرح والصحة والوفاء. شكراً لأنكم فضلتوا معايا لآخر الفيديو. ادعموني باللايك والتعليقات بتاعتكم. بحبكم جداً. للقصة الجاية، مع السلامة.